السلام عليكم، حياكم الله. شلونكم؟ أتمنى الكل يكون بخير. حظي فقر، هاي الجملة جدا خطأ ولازم تشيلها من قاموسك. ماكو شيء اسمه حظ فقر، اكو شيء اسمه عمل، اجتهاد، بديل. اكو جملة سمعتها في فيلم وبقت براسي: حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. بمعنى انت حاليا ما تحب كليتك، مو هذا الاختصاص الرايده، ما تحب شغلك الحالي، هذا مو معناته تبقى تتذمر وتفشل وتضيع المشيتين. حاول تحب شغلك الحالي، حاول تحب اختصاصك، تبدع به لحد ما توصل للشيء اللي تحبه. أبسط مثال من تجربة شخصية: أنا أحب التقديم والإعلام والآخرين، لكن شاءت الأقدار اختصاصي بعيد عن الإعلام، شغلي اشتغلت السابق بعيد عن الإعلام، آخر مهنة اللي هي التاكسي اجيت على أنها مهنة مؤقتة. حاولت أحبها لأن هي مصدر رزقي، وعن طريق الصدفة تعرفت على شخص يشتغل بشركة مع الإعلانات، وسويت بعض الإعلانات، وهذا الشيء اللي أحبه، وإن شاء الله أوصل شيء أبعد مستقبلا. دعواتكم. القصد من هذا الكلام: هواي شفت ناس تتذمر من شغلها، من اختصاصها، من وضعها الاجتماعي. مو كل شيء تحبه راح تحصل عليه، وإذا ما حصلت عليه مو معناته انقهر، لعله الله قاسم لك الأفضل. مهما كان شيء خسرته بالسابق، ممكن إذا مقسوم لك راح تحصله مستقبلا، لكن يجي بطريقة أحلى. انظر للدنيا من نظرة ثانية: لو كان كل شيء حلو وكل شيء سهل، شنو اللذة أو المتعة لما تحصل الشيء اللي أنت رايده؟ إذا ما تتعب، تعاني، تركض لهذا الشيء حتى تحصله. أبسط صورة ممكن نختصر الكلام هذا كله بيها إنه الشغلة هي اللي إلك راح تصير لغيرك، صدقني. وراح يجي يوم تضحك هاي ضحكتي وتحصل اللي تريده. بس أهم شيء ثق بنفسك، ثق بداخلك. كل إنسان الله سبحانه وتعالى خالق بداخله طاقة. خلي ببالك الكلام الإيجابي سولفه أنت ويا نفسك في حالة ماكو أحد يمك إيجابي. ترى الشعور معدي، إذا سولفنا بإيجابية راح تنتشر الإيجابية بكل المكان وتجيك طاقة جديدة للاستمرار. لكن إذا بقينا سلبيين ونركز بالسلبيات اللي عندنا، ما راح نتقدم ولا خطوة. آسف على الإطالة.